مقدمة بعد انفيين متزامنين في مجمع محكمة محافظة بنادر في العاصمة الصومالية، وأن تبادلا لإطلاق نار وقع عقب ذلك داخل المحكمة. هو مشهد آخر من مشاهد الهجمات المسلحة وعمليات التفجير التي ألفتها العاصمة الصومالية مقديشو. هجوم بسلسلة من التفجيرات أعقبها تبادل إطلاق نار كثيف استهدف مجمعا للمحاكم أسفر عن عشرات من القتلى والمصابين. أعلنت حركة الشباب المجاهدين عن الهجوم، وقالت في بيان منها إنه رسالة تفيد بأن مقاتلي الحركة ما زالوا موجودين في المدينة وقادرين على ضرب المواقع الحكومية رغم انسحابهم منها قبل نحو سنتين. مسؤول الحكومة الصومالية الذين وصلوا مكان الهجوم تحفظوا في التعليق على الخسائر الناجمة عن الهجوم، ووصفوا الحادث بالإرهابي، وأكدوا أن قواتهم الأمنية تمكنت من إحباط الهجوم. وقعت 3 عمليات إرهابية، إحداها استهدفت المحكمة حيث حاولت 6 عناصر إرهابية الاستيلاء على المبنى وتصفية القضاة، لكن قوات الأمن أحبطت المؤامرة بعد مقتل 2 من الإرهابيين بينما ال4 الآخرون فجروا أنفسهم. هلع ورعب هيم الناجين الذين تحدثوا عن هول ما شاهدوه. تم انتشال 15 جثة من بينها جثة رئيس نقابة المحامين. ما حدث اليوم مذبحة بمعنى الكلمة. وقد وقع الهجوم في وقت أطلقت جهات دولية وداخلية فيه تنبيهات إلى احتمال شن هجمات وصفوها بالإرهابية في مقديشو، وهو ما جلب على الحكومة انتقادات واسعة بسبب استهانتها بتلك التنبيهات. الهجمات الانتحارية دليل على أن القيادة الصومالية تحتاج إلى وعي جديد وحس أمني كبير في بناء المؤسسات الأمنية. محاولات كثيرة تبذلها الحكومة لكبح جماح الأزمة الأمنية التي تعيشها مدينة مقديشو، إلا أن الأحداث الأخيرة دلت على مدى خطورة الموقف. العملية التي تعد الأولى من نوعها من حيث المكان وعد المنفذين أعطت مؤشرا على أن مهمة إعادة الأمن إلى العاصمة الصومالية مقديشو لا تزال شاقة وطويلة. عمر محمود، الجزيرة، مقديشو. وينضم إلينا من مقديشو الكاتب الصحفي عبد الرحمن عجر. سيد عدلة، حركة الشباب المجاهدين لم تنتظر طويلا وسارعت للإعلان عن مسؤوليتها على هذه التفجيرات. هذه الحركة كما تعلم غابت لفترة عن الساحة الصومالية الملتهبة وهي تعلن عودتها، بما تفسر ذلك؟ نفهم من هذه الرسالة التي ترسل حركة الشباب المجاهدين أن لها وجود معنوي في الساحة الصومالية بعد استيلاء الحكومة على كل أراضي الصومال، وتدل هذه الرسالة على أن حركة الشباب غيرت تكتيك الحرب من مواجهات مباشرة إلى مواجهات غير مباشرة، من عمليات الكر والفر وعمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة ورجال لابسين بأحزمة ناسفة مستهدفين أماكن الدولة وأماكن الحكومة الرئيسية، ورجال الدولة المعروفة من قبل الشباب مرتدين أنهم يستهدفون هذا. وهذا أن الحكومة ما تستطيع أن تضمن أمان مراكزها الرئيسية ناهيك عن الأماكن العامة، ويعود السبب أنها منشغلة وتركز وتهتم أكثر على الشؤون الخارجية من الشؤون الداخلية. وزير الداخلية كان مسافر بعد التنبيهات الأخيرة التي جاءت من وكالة الاستخبارات البريطانية أن هناك احتمال تشن حركة الشباب في مقديشو، وجلس مجلس الحكومة حول هذا واستهانوا هذه التنبيهات والإنذارات، توجيه انتقادات دولية واسعة، عدم اهتمام الحكومة بالتنبيهات التي تأتي من قبل الدول الكبرى ومن قبل الدول الزملاء. نعم، هذه الاستراتيجية الجديدة التي تحدثت عنها هل ستظل قائمة على تكتيك حرب العصابات أم بمقدورها أن تعود كما في السابق إلى خوض معارك مفتوحة؟
هذا يدل أن الحركة قادرة أن أي هجمات في داخل العاصمة، في بؤرة العاصمة، في مقر الرئيسي للمحاكم. كل المحاكم الصومالية كان المقر كمجمع للمحاكم الصومالية، ورجال الدولة ما استطاعوا حتى أن يضمنوا أمن هذا المقر الرئيسي. وهذا يدل أن الحركة متواجدة مع وهي قادرة أنها تهاجم أي لحظة وأي وقت في أي مكان تريد. أنت قلت متواجدة معنويا، ولكن الهجمات التي حصلت تدل على أن لها تواجد فعلي عسكري مسلح. يعني من أين تستمد قوتها برأيك؟ الحركة لها أفراد بإيديولوجيتها، وأفراد يدافعون هذه الأيديولوجية وفي أوساط الشعب ورجال الجيش. حركة الشباب ما خرجوا من البلاد، هم داخل البلاد، عاشون بين أوساط الشعب في البيوت والسلاح. ليس هناك استراتيجيات تضمن الحكومة بتصفية بقايا الحركة. بفرصة بالمحاولة إعادة المواجهات والمحاولة بأن تتحرك الحركة إلى الأمام لكي تدل الحكومة أن الحركة ما زالت موجودة. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن عادل، الكاتب الصحفي من مقدشو.